السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سارة كوك. في بداية الفيديو دائما نذكركم بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وصفتنا لنهار اليوم سهلة وبسيطة ومنعشة، من عصير المخيطو أو عصير النعناع مع الليمون الأخضر، يجي بزاف بنين صدقوني. بدون إطالة نروح نتعرفوا على طريقة التحضير ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة. اذا هنايا كان عندي اوراق النعناع اللي كنت غسلتهم مليح، عندي حوالي كاس عصير ليمون وكاس الا ربع سكر. السكر يبقى دائما اختياري على حسب الرغبه. اذا هنايا في الخلاط الكهربائي راح ندير اوراق النعناع اللي كنت غسلتهم جيدا ونظفتهم طبعا مع كاس عصير الليمون. هنايا الكاس دالي ربع حبات ليم، كما تعرفوا الليمون الاخضر يجي شويه ناشف ما يجيش بزاف فيه الماء، مع كاس الا ربع سكر، ونضيف لهم حوالي كاس ونص ماء غير قد ما يتخلطوا للمكونات في المرة الأولى مليح. نروح نكمل اللترة تاع الماء تاعنا. حاولوا كيفاش ديروا الماء يكون بارد من الأفضل. إذن هنايا غادي ندير غير حوالي تقريبا كاس تاع الماء غير قد ما يتخلطوا للمكونات تاعنا جيدا. إذن هنايا حاولوا أنكم تخلطوا مليح المكونات تاعكم باش ما تكونوش بحاجة أنكم تصفوا العصير من بعدها. إذن نديروا على أقصى سرعة. اذا هنايا كي نتاكد ان الخليط تاعي تخلط مليح نروح نكمل الليطره تاعنا تاع الماء ونعاود نخلط المكونات تاعي جيدا بهذا الشكل. شوفوا لي هذاك اللون تاع العصير كيفاش شباب. ننصحكم انكم تجربوا هذا الجو تاع المخيطو، فعلا يجي بزاف بنين ومنعش خصوصا مع فصل الصيف. هذا ما يليق تكثروا العصائر خصوصا العصائر الطبيعيه. اذا هنايا راح نفرغها في الكيسان مباشره اللي كنت حطيت فيهم لي كلاصون ونقدموه مباشرة، يعني يجي بزاف بنين. ننصحكم انكم تجربوه وتبارطاجوا الوصفة مع اصحابكم واصدقائكم. في الاخير دائما خلوا ختامها مسك، ونصلوا ونسلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونضرب لكم موعد اخر مع وصفة اخرى. الى اللقاء.